حلقة جديدة من سلسلة بافس بودكاست، استكمالا للبودكاست البافس بدأتها الفترة اللي فاتت واللي حققت نجاح كبير في انها ترد على اسئلة طلبة وخريجين كتير، وكمان ان هي تتكلم في مجالات كتير عن سوق العمل. فحلقتنا النهارده هنتكلم عن مجال المحاسبه اللي كتير مننا شايف ان هو ما فيش تطور فيه، ان بالتطور والتكنولوجيا اللي بيحصل وبالذكاء الاصطناعي هنبدا نستغنى عن المحاسبه. طيب انا كطالب برضو انا في حيره التخصص، هل هلاقي بعد كده فرص عمل؟ هل بعد كده مثلا الكورسات اللي انا هاخدها دي هتعود عليا بفايده ولا هيكون في زي كتير؟ طب اكون مميز ازاي؟ كل دي اسئله هنجاوب عليها في حلقتنا النهارده مع ضيفنا المميز جدا. ضيفنا محاضر وخبير ومدرب معتمد، حصل على شهادات كتير جدا منها CMA وIFRS والFMVA، وكمان خبرة أكتر من 9 سنين في مجال محاسبة الشركات والمراجعة. نحب نرحب بضيفنا أستاذ أيمن سركاوي. اهلا بيكي ومبسوط طبعا ان انا معاكم في البودكاست ده، وان شاء الله نقدر نفيد اكبر قطاع من الشباب باذن الله. اهلا بحضرتك. احنا عايزين نجاوب بس على حاجه، هل فعلا هنستغنى عن المحاسبه بسبب تطور التكنولوجيا اللي بيحصل؟ السؤال ده مهم قوي ويمكن جاوبت عليه كتير، وهو فعلا في تاثير ولكن مفيش الغاء. يعني احنا عندنا حاجتين دلوقتي بيأثروا علينا، عندنا حاجه اسمها الذكاء الاصطناعي وعندنا حاجه اسمها التحول الرقمي. الديجيتال ترانسفورميشن هو بنسميها البيبرلس. يعني ايه البيبرلس؟ يعني انا الغي كل الورقيات اللي انا بستخدمها. فبقينا نشوف دلوقتي ان في برامج بتلغي مثلا انك تمسك الفاتوره وتقعد تراجعها، بتعمل سكان وتقدر تستخدمها من خلال السوفت ويرز اللي موجوده. بقينا عندنا النهارده سيستمز بدل ما تقعد تشوف وتراجع بقى كله من على الابلكيشن ومن على السيستمز والكلام ده كله. فده كده اللي هو الديجيتاليزيشن او التحول الرقمي. ده جزء مهم جدا. هل بيلغي دور المحاسب؟ لا، بيأثر على دور المحاسب. طيب بالنسبه للذكاء الاصطناعي، عندنا برامج كتيره جدا جدا يمكن تاثيرها الاكبر شويه في المجالات اللي هي بتبقى زي اللي بتشتغل في فريلانس، زي الناس مثلا بتوع الماركتنج والديزاين والكونتنت كرييشن، كتابه المحتوى، لكن ليها تاثير في الفاينانس ليها. طيب اعمل ايه؟ ما هو السؤال، طب انت قلت ان مش هتلغي بس في تاثير، طب ايه القصه او ايه وضعنا؟ القصه كلها انك تبقى عندك الذكاء الكافي انك تستخدم التولز او الحاجات دي انها تفيدك في شغلك. يعني انا ستيل زي ما انا بعمل حسابات، بس بدل ما اضيع وقت مثلا في، احنا حتى نسمي المحاسبين اللي بتقعد تراجع فواتير وبتاع نقول عليهم بيشتغلوا في الدونكي ورك، اللي هو الورق الهاسل الكتير، ورق وفواتير، وتلاقي عارفه انت المحاسبين زمان اللي كانوا بيلبسوا كمام فنقعد نتريق عليهم كده يعني. فالفكره انك الوقت اللي وفرته في الورقيات ده انك تستفيد بيه، تتعلم حاجه جديده، تعمل اناليسيس، تعمل ريبورتنج جديده. ففي التولز دي كلها هتساعدك اولا في الوقت وفي الشكل. النهارده التولز دي كمان، النهارده الاكسل احنا خلصناه، عدينا مرحله الاكسل وبقينا للناس نقول لهم روح خدوا باور بي اي، يعني حاجه ادفانسد شويه عن الاكسل، لانه كمان بيعمل داشبورد حاجه عالميه. ففكره الفيجواليزيشن، يعني الفيجواليزيشن يعني حتى كنت قاعد اقارن اقول لك ايه، انت النهارده لو نفس الموضوع اتعرض عليك انك تقرا مقال صفحتين ولا فيديو دقيقه، ايه اللي اسهل بالنسبه لك؟ فيديو دقيقه. فيديو دقيقه دي الفيجواليزيشن، فاهمه؟ عيني بتستريح لايه. فنفس الفكره بالظبط، انه النهارده غيرنا شكل التقرير، بدل ما كنا بنشوف جداول كتيره وخمس ست شيتات، بقيت انا ممكن الباور بي اي ده يلم لك كل الداتا دي في 2 جراف في سلايد واحده فيها كل اكتر من داشبورد بتشرح كل التفاصيل. فانا دوري ان انا استغل ده انه يفيدني، هيأثر. فانت لو فضلت قلت ما انا والله ده انا خريج كليه تجاره، ده انا جامد جدا، ده طب خلاص، ما هو انت هتميز نفسك ازاي في الالافات اللي بتتخرج كل سنه؟ ده سؤال تاني بقى محتاجين ان احنا نسأله حضرتك. ازاي اكون مميز في مجالي وازاي اعرف اواكب السوق كمحاسب؟ اوكي، تبقى مميز في مجالك انك تبقى عارف انه مفيش يعني شهاده الكليه لوحدها يعني مش هتكفي خالص. يعني احنا عندنا النهارده مثلا بنتكلم في 8 شهادات دوليه، ده غير الكورسات، يعني في كورسات غير الشهادات. فلو انت هتقول والله انا دارس كليه تجاره، لان انا بشوف برضو بعض الشباب يبدا يقول لك ايه، انا الدنيا غير عادله والاحباط ومش عارف ايه والكلام ده كله، بس هو حضرتك وانت عملت ايه؟ انت خدت الكليه واكتفيت؟ طب ما هو في 7 8 شهادات، ده في 26 جامعه، ده غير الجامعات الخاصه، كل اقل جامعه بتطلع 2000 3 في السنه، ده اقل جامعه، ده في القاهره بتوصل ل 6 و7 في السنه. فحضرتك عملت ايه علشان تبقى اون تراك، عشان تبقى ليك اسم في السوق؟ سوق المنافسه قوي، منافسه قويه جدا. هل انت بقى طورت من نفسك انك النهارده الانجليش، احنا النهارده بنشوف الشركات اللوكال بيقول لك والله الانترفيو انجلش والسيستم انجلش والايميلز انجلش، كل حاجه انجلش. فلو انت اصلا متعقد منه وما بحبوش، طب خلاص هو البيزنس مش هيحبك برضه. الحاجه الثانيه الكورسز. الحاجه الثالثه انك السكيلز مهمه. احنا لما بنيجي نقيم الناس بنقيم الناس 50-50،
يعني ايه؟ يعني اقول لك والله 50% على الجزء التكنيكال على شغلك، وال50% التانية على السكيلز اللي عندك. ايه بقى السكيلز اللي عندي؟ انا شخص كوميتد ولا لا؟ عندي ريسبونسابيلتي ولا لا؟ انا شخص بشتغل في الديدلاين ولا لا؟ بعرف اشتغل في تيم ورك ولا الناس كلها كرهاني؟ الحاجه اللي بعد كده التايم مانجمنت، مهم جدا. فلو انت بس هتبقى معتمد، لانه التقييم بيبقى حاجه اسمها كاليبريشن، انه بيقعد كل الناس المانجرز او الادارات اللي بيتعاملوا معاك ويبدا يقول رايه. فلو انت مثلا واخد انك تكنيكال بس، فانت في تقييمك 50%. ده انا شاطر جدا، ده انا ايوه، ما انت سكيلز مش موجوده. فالسكيلز ما بقتش لديبارتمنت واحد ولا تخصص واحد، بقت لكل الناس لازم يبقى عندك سكيلز وعندك جزء تكنيكال قوي جدا. اميز نفسي ازاي؟ اشتغل على الاثنين، اشتغل على السوفت سكيلز وفي نفس الوقت اشتغل على الشهادات التكنيكال، سواء بقى كانت لوكال، سواء كانت انترناشونال، سواء كانت كورسز، سواء كانت تريننج. كل ده هتفضل طول عمرك بتتعلم. وانا دايما بقعد اقول للشباب يا جماعه، النقطه اللي انت بتقول عليها انا وصلت للبيك بوينت اللي هي نقطه الذروه، هي نقطه الفيلر بوينت، هي نقطه السقوط مش النجاح، لانه العلم ملوش نهايه. انا لغايه دلوقتي بشوف ان انا لسه قدامي كتير قوي ما عملتوش. طيب انا دلوقتي في سوق العمل محاسب في بوزيشن معين، عايز ان انا يعني يكون في تطلع ان انا اعلى بالبوزيشن. المحاسبه اصلا بتساعد في ده، ولا مثلا حاجه جامده ما فيش فيها تطور ما فيش فيها تغير، هفضل في الوظيفه دي لمده سنين كتير قوي مش عارفه اتحرك منها؟ طيب خلينا بس نروح لحاجه مهمه، انه المحاسبه جوه الشركه متقسمه. يعني متقسمه مثلا accounts payables دي حسابات الموردين، accounts receivables مثلا دي حسابات العملاء، الجي ال اللي هي جنرال ليدجر حسابات عامه، تاكسيشن ضرايب، اوديت مراجعه. فلما حضرتك بتخش وتفضل واخد ديبارتمنت واحد، فده احتمالات انك تترقى ضعيف. ليه؟ لانه فوق كل واحد من دول هيد سكشن رئيس قسم، بعدهم مدير حسابات، بعدهم مدير مالي، بعدهم مدير عام. فلو انت واخد اشتغلت في قسم واحد بس، فانت اخرك يوم ما هتروح رئيس قسم، لانك ما اشتغلتش هنا ولا هنا ولا هنا. فما ينفعش تبقى مدير حسابات لكل دول، ولا ينفع تبقى مدير مالي، ولا ينفع تبقى سي اف او مثلا. فدايما اقول ايه، وانت صغير اتنقل، اشتغل حسابات عملاء، اشتغل حسابات موردين، اشتغل ضرايب لسه في بدايه حياتك. لانك لما بتكبر ما حدش شركه هتقبل ان يبقى عندك مثلا 28 29 سنه وما عندكش اي خبره، يقول لك طب تعالى اعلمك هنا. خلاص، الكلمه اعلمك دي لما تبقى جينيور، لسه متخرج، لسه سنك صغير، الكلام ده كله. فكونك انك ولذلك الشركات الكبيره بيبقى عندهم فكره الروتيشن، يقول لك ما ينفعش المحاسب يقعد في الحته دي بس، لا لازم نروتيت. فكل سنتين، يعني انا دايما اقول للشباب ان كل سنتين ثلاثه لازم تبقى بتعمل حاجه من الاثنين، يا بتجات بروموشن ترقيه فهتاخد ريسبونسابيلتي جديده، او انك بتتعلم بتاخد تاسك جديد، او بتروح اداره جديده. فلو ده ما حصلش كل سنتين ثلاثه فده ويست تايم. ما تفكرش بقى انك انت كارير باس بتاعك كده في مشكله، تمام؟ انت خلاص ماشي في واي واحد، والواي ده انت ممكن تكون فرحان انك بتشتغل في شركه كبيره في ستابيليتي في استقرار، بس خلي بالك بعد سنين كتيره دول مش هينفعوا بحاجه. فدور حضرتك انك تقدر تشتغل في اي قسم من دول، تقدر تاخد تريننج، تقدر تبقى بتشتغل على السكيلز، تقدر لو انت عندك فكره انك تروتيت جو اهيد، تسيب الشركه وتروح لشركه ثانيه. بص، اصل انت مش صاحب الشركه. يعني خلينا نتفق على قاعده مهمه قوي في القطاع الخاص، النقطه اللي انت مش هتدي فيها للشركه، الشركه هتقول لك ايه؟ You are most welcome، شرفتنا ونورتنا، باي باي، صح؟ ففي نفس الوقت النقطه اللي انت مش شايف انك هتقدر تستفيد من الشركه دي ولا هتأدي، انت مش موظف حكومه. وفي فرق انك تبقى موظف وانك تبقى حد عنده كرياتيفيتي. لا انا مش بستفيد انا، لا والله انا كده خلاص، روح شركه ثانيه، شوف تشالنج تاني، اكسبوجر تاني. خلاص، مش دي النهايه. يعني لان انا بشوف ناس بيبقى عندها ازمه انها تتحرك. واي نوت؟ لانه كمان الشركات هي اندستريز مختلفه. يعني في قطاع كبير قوي اسمه قطاع التصنيع، وفي قطاع كبير قوي اسمه قطاع التجاري، وفي قطاع كبير قوي اسمه القطاع الخدمي. يمكن انا اشتغلت في الثلاث قطاعات دول، فدول بيسهلوا الدنيا انك تقدر تشتغل في اكتر من شركه. لكن لو انت اشتغلت في قطاع واحد في قسم واحد، انت بتقفل على نفسك دايره، ده صعب قوي. ايوه، فدي الفكره يعني. تمام. طيب كان في اسئله كتير من الطلبه في ان هي عندها حيره التخصص. انا دلوقتي طالب كليه تجاره، اتخصصت محاسبه، بيجي تخصص التخصص ويكون مثلا طب محاسبه ماليه ولا محاسبه تكاليف ولا محاسبه ومراجعه. وقتها انا كطالب في محاسبه قسم محاسبه اختار على اساس ايه اصلا؟ طيب هو انت لو انت اول مره او يعني مش بتحبي البيتزا وقررت انك تاكلي بيتزا، صح؟ وقفتي قدام الكاشير فقال لك والله عندنا بالسجق وعندنا التونه عندنا مارجريتا، يعني هتاخدي قرار بناء على ايه؟ على مثلا، او لو خلينا نبسطها، لو جبن مثلا، لو رحتي قدام ثلاجه الجبن في كارفور مثلا ولا مترو، فهتلاقي عندي كذا نوع، وقال لك تاخدي دي ولا دي، هتعملي ايه؟ او هو بيعمل ايه؟ بيعرض عليكي ايه؟
كل حاجه انك موجودة. تيست، صح؟ اه. يقول لك طب ممكن تدوقي دي، طب جرب ده جرب ده. ففي نفس الفكره انا دايما اقول تختار، انزل تريننج، انزل في الصيف تريننج، تدريب، احضر كورسز، افهم المجال ده، اسمع المجال ده كتير. انما انا دلوقتي محاسبه ولا بزنس، طب انت بناء على ايه؟ اصل انا شايف نفسي، ايوه شفت نفسك بناء على ايه؟ هل انت نزلت تريننج شفت الشركات الاكاونتنج عامله ازاي في الكوربريت؟ مش عارف. هل انت عارف الاقسام بتاعت بزنس بيشتغل فيها فين؟ طب هل انت اصلا حضرت سيمينارز او كورس في الاقسام المتعلقه ببزنس؟ لا. فانت عشان تختار لازم تبقى شفت وقريت واتدربت وعرفت عشان تقدر تاخد ديسيشن، غير كده يبقى بتاخده عشوائي. على الاقل يكون مثلا عنده نبذه بسيطه عن المحاسبه الماليه، بتتكلم عن ايه، تكاليف عن ايه، مراجعه عن ايه، صح؟ مثلا يبقى عنده اوير بالاقسام المحاسبه، بتبقى اقسام عموما بتبقى عامله ازاي يعني. طيب انا ممكن اعرف من حضرتك برضه سؤال كده محاسبي قوي، يعني انواع التكاليف ايه، او اصلا ليه لازم احسب تكلفه لحاجه معينه؟ طيب احنا بس عشان نخش في حته زي دي، احنا عارفين ان المحاسبه هي مش نوع واحد، هم 3 انواع. عندنا محاسبه اداريه، واللي بنسميها الجزء الكنترولنج، دول الناس اللي بتوع الكنترول، اللي هم محاسبه الموردين والعملاء والضرايب والحسابات العامه، دول يعني كنترول، بيراجعوا فواتير ولو في مشكله بيحلوها. ده نوع من انواع المحاسبه. النوع الثاني وهي المحاسبه الماليه، دول الناس بتوع الريبورتنج، تقرير، بتوع البلاننج، الموازنات والتخطيط والديسيشن ميكنج. والنوع الثالث وهي التكاليف. ويمكن التكاليف دي يعني لما بنيجي نقول مثلا ان اعلى مرتب بيبقى مرتب محاسب التكاليف، لانه الراجل ده بيعمل حاجه، الراجل ده بيشتغل في حاجه واحده بس. يعني زمان خريجين كليه التجاره حاجه اسمها الكوجز او تكلفه البضاعه المباعه، شغله كله في الشركه انه يطلع دي. بس عشان يطلع دي لو طلعت مش اكيوريت فهو بيطلع تكلفه غلط، فبيحسب مارجن غلط، فبيسعر غلط، ففي ستيك هولدرز بياخدوا قرارات غلط. فدور التكاليف مهمه جدا. اولا انت لازم تعرف ايه التكاليف الدايركت والاندايركت، ايه المباشر وغير المباشر. تاني حاجه لازم تعرف ايه التكاليف الصناعيه والتكاليف الغير صناعيه. تالت حاجه لازم تعرف ايه التكاليف الفاريبل المتغيره والفيكسد الثابته. تالت حاجه لازم تعرف ايه البرودكت، التكاليف المتعلقه بالبرودكت والتكاليف المتعلقه بالبيريد اللي كده بتدفعها اصلا يعني. فالتكاليف الكلاسيفيكيشن بتاعتها كتير قوي، وبعد لما بنخلص من الكلاسيفيكيشنز او التصنيف اللي انا قلته تبدا تخش في حاجه اسمها الاليكيشن. فاقول لك طب والله يعني انا عشان اصنع الترابيزه دي تفتكر ايه الحاجات اللي انا بحتاجها؟ خامات، 1 مدهنات، ما هي خامات برضو. اوكي. ومحتاج طبعا شكلها بقى والوانها، عماله، صح. شكلها، ومحتاج بقى اجهزه، لا يعني انا بتكلم عن الترابيزه، محتاج مسامير، غيره، الكلام ده كله. فتخيلي كده، او يعني دي قاعده ثبتيها عندك، انه علشان تصنعي اي برودكت في الدنيا، اي برودكت حواليكي هم 3 حاجات: رو ماتيريال الخامات، 2 العماله، 3 المصاريف الصناعيه اللي هي المانيفاكتشرنج اوفر هيد. يعني ودايما المانيفاكتشرنج اوفر هيد بتبقى ماتيريال وعماله. فتقولي لا استنى، لما انت قلت عماله وقلت مواد خام، ازاي المصاريف الصناعيه تبقى عماله ومواد خام؟ فكره التريسابيلتي. يعني ايه تريسابيلتي؟ التتبع. انا قلت لك الغيره ده يعتبر خامات ولا مش خامات؟ خامات. طب تقدري تحصريها قد ايه؟ خد قد ايه؟ لا خلاص ما اقدرش احصر، بقت مصاريف صناعيه مباشره. طيب المسامير تقدري تعدي كام مسمار؟ لا خلاص نفس القصه. طيب ده فهمناه المواد الخام. طب ايه العماله اللي بتخش في المصاريف الصناعيه؟ زي السوبرفايزر. انا النهارده بصنع ترابيزات وكراسي واقسام كتيره، فجبت لهم مشرف واحد، فالمشرف ده بيلف على كل ده. طب انا احمله على مين في دول؟ قال لك لا، الوكيت الكوست بتاعته على كل البرودكت اللي انت بتنتجه. اوكي تمام. فدي برضه فكره الالوكيشن. يمكن دايما نقول المحاسب اللي بيعرف يعمل كوست الوكيشن ده اشطر محاسب، لانه يقدر يختار الاساس اللي بيوزع عليه. يعني الكهرباء هنوزعها بناء على ايه؟ على المنتجات بناء على ايه؟ الاستخدام بالكيلو بايت، صح؟ الميه نفس الكلام، الغاز. طب الايجار بحسبها بالمساحه اللي انا واخد كام متر واقسم عليها، والمكنه اللي بتنتج المنتج ده واخده كام متر. فقصه الكوست الوكيشن لا، قصه كبيره جدا. قصه التكاليف دي محتاجين اكتر من بودكاست نتكلم فيه. حابين برضو نعرف من حضرتك، بما ان السنه الماليه بتخلص وفي دلوقتي اقفال لقوائم ماليه كتير، فاحنا محتاجين نعرف اهميه الاقفال في السنه الماليه ونهايتها، وطبعا انواع القوائم. طيب الاقفال ده بيبقى كابوس للمحاسبين. يعني بتاخد شنطتك كده وتعيش في الشركه، لانه انت بتراجع كل اللي حصل خلال السنه. ايوه طب انا كنت كل السنه يعني بقيت السنه كنت فين؟ لا، انت بتبدا تفاليديت تاني كل رقم موجود خلاص، وتبدا تادجست وتاليمينيت وتامندمنت كل اللي بيحصل ده، وتبدا تشوف الشكل عامل ازاي،
وغير بقى كمان انه في حاجه مهمه قوي، الفيزيكال كاونت، الجرد. انت النهارده بتروح تجرد المخازن، مواد خام، تروح تجرد المنتج التام، بتروح تجرد الاصول الثابته. الاصول الثابته بقى حدث ولا حرج، انت لو شركه صناعيه النهارده ده الموضوع بشع، مكن وترابيزات وكراسي وعربيات واسطول نقل، قصه كبيره جدا، وكراسي واساس والكلام ده كله. فبيبدا يعني طبعا مفيش ستاف هيقدر، المسؤول بالجرد ده مراقبه المخزون، فيبدا كل المحاسبين او كل الادارات يبداوا يخشوا في عمليه الجرد. يعني انا النهارده قاعد كل واحد بيراجع كل حساباته من اول السنه لغايه النهارده، ويشوف اي تعديلات او اي حاجه مطلوبه فيها، وبعد كده يبدا عمليه الجرد، ويبدا بقى المرحله اللي بعد كده الاوديت، مكتب المراجعه. مكتب المراجعه بيبدا ينزل يبدا يسالك في كل كبيره وصغيره. مش بس كده، ده بيطلب منك سامبلز لكل اللي انت عملته، وبعدين يبدا يجادل معاك، طب ده ليه لا، وبعدين بدا يطلع الراي بتاعه، وبعدين نبدا نعدل. فالكلوزنج بيبقى حاجه مرهقه، بيبقى الثلاث حاجات اللي انا قلت لك عليهم دول. نوع القوائم، احنا طبعا عندنا قائمه البالانس شيت او الميزانيه، ودي بيبقى انا عايز اشوف منها حاجتين: الريسورسز بتاعتي انا ليا ايه، دي بشوفها من خلال الاسيتس، والاوبليجيشن اللي عليا او الكليمز، ايه الالتزامات اللي عليا من خلال الالتزامات طويله الاجل والالتزامات قصيره الاجل. طبعا عندنا البي ان ال او البروفيت اور لوس او قائمه الارباح والخسائر، ودي بيبقى عايز اشوف البرفورمانس بتاع الشركه عامل ازاي، انا ماشي كويس، ماشي بكسب وزن التارجت اللي انا كنت حاطه، في اوفر اتشيفمنت، في بيلو ستاندردز، وابدا اخد الاجراءات التصحيحيه، وبناء على ده طبعا بحسب ربحيه السهم واشوف البونص والكلام ده كله. اوكي. القائمه الثالثه طبعا الكاش فلو، والكاش فلو دي بتبقى عايز تعرف السيوله في الشركه عامله ازاي، وعايز تعرف كل جنيه في الشركه بيتصرف فين، هل في اوبريشن ولا في انفستمنت ولا فاينانسنج. دول يمكن اهم 3 قوائم احنا ممكن نستخدمهم يعني. تمام. احنا محتاجين دلوقتي من حضرتك تقدم نصيحه للطلبه ونصيحه للخريجين اللي سلكوا مجال المحاسبه. طيب بالنسبه للطلبه، حضرتك حياتك المهنيه بتبدا وانت في الكليه مش بعد التخرج. يعني انا بتبسط جدا لما يمكن التجربه دي حصلت في بابز عندنا، انه فكره التطوع انا منبهر، انا وانا طالب ما عملتش كده، بنبهر لما بلاقي طلبه كتير قوي في اولى وفي ثانيه كورسات تطوع، دراسه، مذاكره، امتحانات. احنا الناس كانت بتشتغل في الامتحانات، يعني انا عايز اشكرهم، من هنا اشكر كل تيم بابز بجد على العظمه اللي بيعملوها. الناس كانت بتشتغل في الامتحانات، فانا ما عملتش كده، فبيشتغلوا معانا في التيم، بيدرسوا، بيعملوا. فحياتك بدأ من بدري، مش بدأ بعد لما اتخرجت، لان في ناس كتيره بيبدا يتخرج انا هعمل ايه، لا هو انت ما عملتش ليه. اولا حضرتك الانجليش، السوفت سكيلز، الكورسنج، التريننج، كورسز التريننج، كل ده وانت طالب، علشان لما تتخرج انت وارد انك تتخرج النهارده تلاقي فرصه مناسبه، هتقول لا معلش والله اصل انا محتاج اخد كورسات. وارد لما تتخرج تحضر انترفيوز كتيره فيقول لك والله طب انت ليه ما كنتش بتاخد ده، انت عندك مشكله في الانجليش، عندك مشكله تكنيكال، عندك مشكله في السوفت سكيلز، طب اروح بقى اعيد من الاول. فالقصه كلها الشاطر معاك 4 سنين استغلهم، دي قصه بالنسبه لي كطالب. الحاجه الثالثه لما بتنزل تريننج بتشوف البيزنس وبتشوف المحاسبه في الشركات عامله ازاي، فانت وفرت خطوات كتيره جدا، ده انت متخرج من الكليه اون تراك جاهز. لذلك هتلاقوا انه الناس حتى بيقعدوا يسالوا السؤال ده، هو ازاي الناس كاتبه في الاعلان بتاع الاتش ار انا عايز واحد خريج فريش وخبره، هاو كام يعني؟ لا هو عايز واحد يكون اتدرب اتطوع فجاي موفر عليه كتير. يعني احنا بنشوف ناس لسه متخرجه وجت تشتغل معانا مع اول بريشر، مع اول ايشو اتحط فيها باستقاله وبتمشي، ما هو ما دربش، هو جه من هنا لهنا على طول. ده بالنسبه للطلبه. اما بالنسبه للخريجين لو سمحت، انت مش شجره، تقدر تتحرك من قسم لقسم، تقدر تتحرك من شركه لشركه، تقدر تاخد كورس واثنين وثلاثه، تقدر تحضر ماستر، تقدر تعمل حاجات كتيره قوي لانك مش موظف. لانك لو انت فضلت واقف مكانك موظف خلاص ما تطلبش اكتر مما تستحقه. دي قصه مهمه جدا يعني. بس شكرا جدا لوقت حضرتك يا استاذ ايمن، استفدنا جدا من المعلومات القيمه دي. يا رب تكونوا انتوا كمان استفدتوا معانا، وانتظروا بودكاست كتير من بابس الفتره الجايه، يا رب نكون دايما عند حسن ظنكم.